تمام. طيب تعالوا نرجع للكتاب بقى. ده الايه؟ المودرن بيريودك تيبل. تمام. عايزين ايه؟ نبتدي نعمل له اناليسيس كده، نحلله. طيب تعالوا نشوف حاجة أوضح شوية أهو. تمام. طيب المودرن بيريودك تيبل في كام بيريود؟ 7. 1 2 3 4 5 6 7 اللي هو الهوريزونتال رو. في 7 بيريود أو 7 روز، صح كده؟ طيب في كام جروب؟ في كام فيرتيكال؟ 1 2 3 4 لغاية ايه؟ 18. تمام. يبقى أول حاجة هو في 7 periods 18 جروب. توتال العناصر دي كلها 118 عنصر، 118 elements. تمام. تمام. طيب كده الجزء الأولاني. طيب كده الصفحة دي مهزوزة طبعا شوية، بس هنا بيقول لك ايه؟ عايزين نعرف بقى الفيزيكال ستيتس بتاعت العناصر، يعني الحالة الفيزيائية بتاعتها كانت سوليد ولا ليكويد ولا غاز. تعالوا نرجع للأيه؟ للويب سايت ده. طيب تعالوا نشوف السوليد اهو. شايفين كل اللي اتعمل عليه هايلايت اسود؟ دول سوليد. يبقى most of elements are ايه؟ are solid. يبقى اغلب العناصر اللي في الجدول الدوري هي اصلا ايه؟ solid. طيب الليكويد 2 مهمين جدا. شايفين ده وده؟ هقف لكم هنا اهو. اللي هتعمل هايلايت عليهم بالازرق الميركوري والبرومين. دول العنصرين الوحيدين الليكويد. يبقى كام عنصر؟ كام ليكويد elements في الجدول الدوري؟ 2. الميركوري والبرومين. الميركوري ده ميتال ليكويد والبرومين نون ميتال ليكويد. تمام كده؟ تمام كده. طيب ايه كمان؟ قال لي العناصر الجازس، العناصر اللي في الحالة الغازية gaseous elements. طب تعالوا نشوف الاتراكتيف periodic table. تعالوا نقف هنا على الايه؟ الجازس. كام جاز هنا؟ كام حاجة عمل عليها هايلايت؟ تعالوا نعد. هيدروجين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى كام عنصر غاز؟ 11 elements or gases. hydrogen and nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine and inert gases. الانرت gases فين؟ آخر جروب 18. تمام؟ الفكرة بس أنا لما بشيل هنا الهايلايت بيروح. تمام؟ يبقى آخر جروب اللي هو ال 18 ده الانرت gases، الغازات الخاملة. يبقى أنا عندي كام جاز؟ 11. كام liquid؟ 2 solid. most of the element are ايه؟ are solid. تمام. اوكي كده؟ تمام. طيب عايزين نقسم البريودك تيبل البلوكس اللي فيه لبلوكس، ل4 بلوكس، ل4 بلوكات او 4 اجزاء كبار. طيب تعالوا نرجع تاني هنا. ده هنقسمه ل4 بلوكس. تمام؟ اوكي. اول بلوك اس بلوك. طيب فاكرين؟ تعالوا اقول لكم اس وبي ودي واف دول، اس وبي ودي واف. احنا مش قلنا ان الساينس في المودرن بيريودك تيبل حطوا او عملوا كلاسيفيكيشن او موديفيكيشن اولا للاتوميك نمبر، وثانيا للسب ليفل انرجي فيلد اوف الكترون، يعني الالكترونات اللي موجوده في السب ليفل. طيب السب ليفل او الغرف الصغيره اللي قلنا عليها اسمهم اس وبي ودي واف. الغرف الصغيره اللي جوه الليفل الكبير في الانرجي هم اس وبي ودي واف. عشان كده اتقسمت للفور بلوكس دول اس وبي ودي واف، وبعدين هنعرف بيتقسموا جوه السب ليفل ازاي. يبقى فين الاس بلوك؟
فين الاس بلوك. قال الاس بلوك هو اول 2 جروبس من الشمال، يعني 1 و 2. احنا كل شويه بناخد الكتاب ونرجع فيه البريودك تيبل ده عشان ده اتراكتيف شويه بنعرف نسلكت عليه. طيب يبقى اول الاس بلوك اللي هم فين؟ اللي هم 1 و 2. يبقى 1 و 2 is a S block. تمام كده؟ يبقى 1 و 2. اوكي تمام. البي قال لي اخر 6 جروبس، يبقى 6 جروبس اللي هم فين؟ اللي هم دول من اول 13 لغايه 18. 1 2 3 4 5 6. يبقى from 13 to 18 دول كلهم بي بلوك. يبقى اس بلوك 1 2، بي بلوك 13 to 18. اوكي. بعد كده الدي بلوك هو الجزء اللي جوه ده، الجزء الداخلي ده اللي هو هنا فين؟ هنا من اول 3 لغايه 12 from 3 to 12. دول is الدي بلوك. الاف بلوك هما الاثنين اللي تحت دول 6 و7 اللي هما سب من 6 و7. تعالوا نشوف هنا ايه دول. شايفين هنا الثوريوم 56، بعده 57 ل 71، وبعد كده 72 صح؟ 57 ل 71 احنا فصلناها تحت من 57 ل 71. طب اللي تحتهم من 89 ل 103 طلعوا تحت. يبقى الاف بلوك هم سب من مين؟ يعني هم موجودين اصلا فين؟ في بيريود كام وكام؟ 6 و7. يبقى ادي الاف بلوك، وطبعا كل واحد هنقوله بالتفصيل. يبقى عرفنا اس بلوك، يبقى مع بعض كده بسرعه اس بلوك 1 و 2، بي بلوك 13 14 15 16 17 18 اللي هو الغازات الخامله الانرت جازز. تمام؟ طيب البي بلوك من 3 ل 12. الاف بلوك اهم موجودين تحت، هم سب، هم اساسهم في جروب 3 اهو، وبيريود 6 و7. تمام كده؟ تمام. طيب يبقى الاس بلوك is located فين؟ left side، هو اول 2 في البريودك تيبل. تمام. بيتكونوا من كام جروب؟ من 2 جروبس والليتر A بيبتدوا بليتر A 1A. كان في التسميات 1A، فهنخلينا في ال 1A لان هو بعد كده شالوا ال A اصلا خلاها واحد ل 18، خلينا زي الكتاب ما قال 1A اللي هو هنا هم لسه كاتب 1A. اوكي طيب تمام. يبقى A بيبتدوا بليتر A، يبقى 1A و 2A. طيب شايفين دول؟ ده اللي انا بقول عليه. التراديشنال نمبر هي 1A و 2A. المودرن نمبر اللي هو ده 1 2 3 4 اللي هو شال الحروف. تمام؟ برضه عشان تبقوا عارفين احنا هنا قلنا بالمودرن نمبر هو 1 و 2، لكن لو قال لك تراديشنال نمبر هتحط الايه؟ حرف الاي، يبقى 1A. يبقى انت عندك جدولين، لو في 1A 2A هم 1 و 2. تمام؟ يعني ما تقلقش منهم. طيب تعالوا نفصص جروب 1A. جروب 1A كلهم ميتال ما عدا الهيدروجين. تعالوا نرجع هنا، تعالوا نقف على الميتال. سوري بصوا يعني هي ميتال. بصوا يعني هنا في الاتراكتيف بريدكت تيبل دي شايفين ادي ميتال. تمام؟ انا عناصر الميتال اهي. اوكي ادي الالكالاين. يبقى اول واحد، يبقى تعالوا واحده واحده هنا، واحده واحده. يبقى جروب 1A كله الكالاين ميتال ما عدا الهيدروجين. ما عدا الهيدروجين ده غاز. تمام؟ تمام. اوكي يبقى 1A كله ميتال ما عدا الهيدروجين إليمنت، ما عدا ده كلهم اسمه الكالاي ميتال، اسمه الكالاي ميتال. بعد ما نخلص الدرس هعمل لكم فيديو صغير كده اعرفكم ايه الاسامي دي ومعناها ايه بايه، تعريف بسيط قوي عشان برضو تبقاش تاخدوا المعلومه وانتم مش فاهمين يعني ايه، لان كل ده اكيد اسئله انتوا بتسالوها. تمام؟
احنا هنشرحها مع بعض بس في حاجه كده زي ايه additional information، معلومات زياده عشان تعرفوا نبذه صغيره عنها، تمام؟ عشان برضه تبقى انت مش بتاخد حاجه انت مش بالنسبه لك فاميليار يعني. طيب خلاص. طيب ايه كمان؟ their electron configuration end with one electron. راحه بقى هنا. طيب هي 1A في الجروب 1A احنا مش قلنا احنا رتبنا بالاتوميك نمبر؟ قال لك بقى 1A ده الجروب دوت كل الالكترونات اللي موجوده في اخر مدار واحد، يبقى ده اخر واحد، ده اخر واحد، ده اخر واحد، ده اخر واحد، يبقى في الجروب كلهم مشتركين في ايه؟ يبقى بالراحه كده، يبقى اي جروب اللي هو الرئيسي مشترك في ايه؟ في الالكترون كونفيجريشن، اخره الكترون. الصوديوم 281، البوتاسيوم 2881، الليثيوم 2 1، الهيدروجين هو 1. تمام كده؟ تمام. يبقى احنا كده عرفنا ال 1A، يبقى باختصار بسيط جدا 1A ها كلهم ميتال، all metal except hydrogen. 2 اسمهم alkali metal. 3 كلهم فيهم electron configuration كام؟ اخرهم end with a 1 electron. تمام. طيب ال 2A الجروب اللي بعده دوت كلهم ميتال، ليهم اسم تاني alkali earth metal. alkaline earth metal. ثالث حاجة آخر configuration end with 2A electron. electron configuration آخره 2 إلكترون. تمام. تعالوا نشوف هنا ادي الميتال. فين الالكالاين ميتال او الالكالاين ايرث ميتال؟ اهو كلهم alkaline earth metal، كلهم end with 2 electron in the last sub أو last energy level. تمام كده؟ تمام. يبقى ده ال 2A ال 2A. تمام كده؟ كلهم metal. اوكي خلصنا من دي. زي مثلا المغنيسيوم 12 2 8 2 آخره 2. ايه تاني مثلا؟ كالسيوم 2 8 8 2. تمام؟ اوكي. طيب البي احنا كده خلصنا الاس. البي بلوك احنا قلنا البي كان فين؟ البي اهو من 13 ل 18 صح كده؟ طيب البي بلوك موجود فين؟ في الرايت سايد في الجانب اليمين. بيتكون من كام جروب؟ من 13 ل 18 يعني كام؟ يعني 6. في التراديشنال لسه موجود 3A زي ما هم، يبقى 3A 4A 5A 6A 7A 0. ده في التراديشنال. لكن في المودرن كان 13 14 لغايه 18. يبقى هم 6 جروب. تمام. طيب ايه كمان؟ اوكي except group in group 0. اوكي طيب كلهم بقى تعالوا نشوفهم كلهم ما عدا اخر حاجه، كلهم نون ميتال، كلهم 7A اسمهم هالوجين. تمام. هو هنا بيتكلم عن هالوجين. الهالوجين فيه 7 في الاخر. طب تعالوا نشوف في التيبل اللي احنا بناخد منه. طيب النون ميتال بصوا كده، بصوا كده شايفين؟ شايفين ايه اللي حصل؟ هايلايت لايه؟ اهم الجزء اليمين من اول الكربون فوسفورس السلفر كلورين، يبقى كل ده ايه؟ نون ميتال. يبقى البي از نون ميتال. طيب بعد كده قال لي ايه كمان؟ قال لي بعد كده النوبل جازز اهي اخر حاجه النوبل جازز. يبقى النون ميتال رياكتيف نون ميتال كل دول وايه؟ نوبل جازز. يبقى البي بلوك رياكتيف نون ميتال والنوبل جازز دول النون ميتال. تمام. طيب قال لي ال 17 دول اسمهم هالوجين. ال 17 دول تمام اللي هو جروب 17 اسمه هالوجينز. اوكي
نون ميتال هالوجين. طيب تعالوا كده تاني. 17 7 ايه؟ ال 7 يبقى اخر الكترون موجود في الاخر ليفل يبقى كام واحد؟ 7. تمام؟ يبقى في البي بلوك هنا 7 زي الكلور مثلا 2 8 7. تمام؟ طيب اخر جروب اللي هو الزيرو او ال 18 اللي هم الانرت غازز، هم النوبل غازز او الانرت غازز، الغازات الخامله. تمام؟ دول مش بيشتركوا في التفاعل. their electron configuration within 8 except الهيليوم عشان هو فيه 2 بس. اوكي within with 2 بس. تاني بالراحه. فين الانرت غازز او النوبل غازز؟ اخر صف ده شايفين اهو. طيب كلهم غازات، كلهم انرت غازز، كلهم الالكترون كونفيجريشن 8 في الاخر ما عدا الهيليوم، لان الهيليوم فيه الكترونين 2 بس. تبقى الهيليوم كونفيجريشن الكترون بتاعته 2 والنيون مثلا 10 فبتبني يبقى 2 and 8 2 8 ارجون 2 8 8 كريبتون 2 8 8 وهكذا. تمام؟ يبقى اخره كله ايه؟ 8. تمام كده يا جماعه؟ طيب تمام. اتمنى تكون الدنيا ابتدت تبقى اسهل كده. احنا خلصنا مين؟ خلصنا الجزء بتاع البي. طيب قال لي بس بص بقى، البي بلوك كلهم نون ميتال وذ الكترون كونفيجريشن موستلي من 5 ل 7. تمام؟ وان النوبل غازز 8 some other metal ألومنيوم 3. طيب هنا بيقول لي تفاصيل اكتر عن جروب بي. تمام؟ طيب قال لك تعالوا نرجع هنا. جروب بي اهو. تمام؟ البورون الكونفيجريشن بتاعته 2 3، كربون 2 4، نيتروجين 2 5، اكسجين 2 6، كلورين 2 7، نيون 2 8. طيب يبقى بيبتدي عامة النون ميتال من 5 و6 و7، لأن فين النون ميتال هنا؟ أهو. تمام؟ 5 و6 و7. طيب ده جزء، يبقى الجزء الأولاني إن أنا عندي النون ميتالز الكونفيجريشن بتاعته بتبتدي من 5 ل 7 زي الفوسفورس مثلا 2 8 5. كل النوبل غازز 2 8 8 أو 2 8 في الآخر، آخرهم 8 زي النيون. طيب في أذر ميتالز بقى فين هنا؟ زي الألومنيوم. الميتالز اهي صح؟ فين الميتالز؟ اهي. تمام؟ ألومنيوم، جاليوم، إنديوم. زي الألومنيوم مثلا 2 8 3 الكونفيجريشن بتاعته في الآخر 3. تمام؟ طيب metalloid which can't be identified solely by their electron configuration due to the difference in the number of electrons in their outermost energy are illustrated in the following table. طيب في حاجة اسمها ميتالويد. تمام؟ ميتالويد تعالى نشوفه هنا فين. هم ماشي. يبقى في ميتالويد دول الجزء دول بورون، سيليكون، جرمانيوم، ارسينيك، وثلاثة تحتانيين. اوكي اس بي وتي اي واي ان واي تي، دول اسمهم ميتالويد. الميتالويد دول موجودين في البي ايه؟ في البي بلوك. طب الكونفيجريشن بتاعتهم ايه؟ الكونفيجريشن بتاعتهم ايه؟ تعالوا نشوف. البورون، سيليكون، جرمانيوم، ارسينيك، انتيموني، وتليريوم. تمام؟ طيب كانوا موجودين ايه؟ في جروب 2 3 4 4 5 زي ما شفناهم ورا. طيب بعد كده number of group 3 4 4 اللي هو هنا هو ده البوزيشن بتاعهم. تمام؟ number of electron is outermost energy 3 4 4 5 5 6. طب شايفين دول اهو قالوا من هنا. بورون، انا الفكره بس ان انا لما باجي هنا بيتوه. طيب اهم بس تمام. بورون ده مكانه
تمام. كربون، ادي بورون اللي هم بالاخضر. تمام. طيب ده مكانه فين؟ 13 سيليكون، ارسنك، تيريوم وهكذا. طيب هنا الكونفجريشن بتاعه كام؟ 3 صح؟ هنا هو في جروب 14، في جروب 4 ده 5 ده 6 ده 5. يعني هو هنا مش بيقول حاجة مهمة قوي، هو هنا بيقول لك هما فين الميتالويد دول فين. تمام. طيب هما كام عنصر؟ 1 2 3 4 5 6 6 عناصر ميتالويد اهم. هما 7 هما حاططهم 3 6 هما 7. تمام. طيب the following table illustrates point of the comparison between some group in SOP. لو انا هعمل comparison ما بين SOP، احنا قلنا 1A alkali، 2 alkaline earth metal، 7 halogen، 0 noble gas. 1A 1 و 2 S، 7 0 P. هنا configuration 1 2 7 8 ما عدا الهيليوم. أمثلة عليهم كلهم ميتال ما عدا هيدروجين، هنا كلهم ميتال، هنا كلهم نون ميتال، هنا كلهم نوبل جازز. تمام. دي اختصار بسيط يعني للي احنا قلناه. اوكي كده تمام. هنختصر الاس بي تاني. الالكاين ميتال، يلا بقى ناخد سمري صغير على طول كده من الاس او بي عشان هنقفل الفيديو وهنعمل فيديو تاني بالدي والاف عشان ما يبقاش كتير. الميتال فين؟ ادي الميتال ماشي. اوكي الالكاين ميتال 1A كلهم الكالاين ميتال ما عدا الهيدروجين. الكالاين ايرث ميتال كل ال 2A دول الكالاين ايرث ميتال. ال 1A بيبقى فيه الكترون واحد في اللاست انرجي ليفل، هنا 2 الكترون في اللاست انرجي ليفل. طيب تعالوا بعد كده ناخد النون ميتال. النون ميتال تمام. الجزء البي كلوك من 13 ل 18. فين النوبل غازز؟ 18 او 0. تمام. هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. دول مهمين على فكره انكم تعرفوهم. طيب بعد كده عندي رياكتيف ميتال، فانا اغلب البي الايه الرياكتيف ميتال او النون ميتال يعني. طيب بعد كده الهالوجين فين؟ الهالوجين هم رقم 17 او 7A دول اسمهم هالوجين. تمام اهم. طيب خدنا حاجه كمان، خدنا حاجه اسمها ميتالويد اللي هم البوروم والسيليكون والجرمانيوم والارسينيك والانتيموم والتريوم. هو في الكتاب مش كاتب الاي تي. تمام اوكي. وقالنا دي بوزيشن بتاعهم، وفي منهم 3 وفي منهم كونفيجر 4 و5 و6، وطبعا ده ديبند على الرقم كمان بتاع الجروب. تمام. طيب عندي كام سوليد؟ كلهم غالبا سوليدز. تمام. كل جدول الدوري سوليدز تقريبا. كام ليكويد؟ 2 مهمين، ميركوري الميتال ليكويد والبرومين نون ميتال ليكويد، هم 2. الغاز كام غاز؟ 11. الهيدروجين منهم 1. الانرت غازز والنيتروجين، اكسجين، كلورين، كلورين. تمام كده؟ تمام. احنا كده خلصنا الجزء بتاع الاس والبي. نقفل الفيديو، كملوا معايا باقي الدرس واحدة